في الأيام الأخيرة تصدر اسم اللاعب الشاب أيوب بوعد عناوين الصحافة بعد تقارير قوية تؤكد أنه سيعلن قراره النهائي بتمثيل المنتخب المغربي بدل فرنسا، وذلك بعد مباراة ناديه ليل أمام موناكو. خبر بسيط في ظاهره، لكنه في الحقيقة يحمل أبعادا كبيرة جدا. بوعد البالغ من العمر 18 سنة فقط ليس لاعبا عاديا. نحن نتحدث عن واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا حاليا، لاعب بدأ مسيرته الاحترافية مبكرا جدا ونجح في فرض نفسه داخل فريق كبير مثل ليل في دور معروف بقوته وتنافسيته مثل الدوري الفرنسي. في سن صغيرة أصبح يشارك بانتظام ويكتسب خبرة لا يملكها كثير من اللاعبين حتى في سن أكبر. الأمر الأكثر إثارة هو أن هذا اللاعب كان جزءا من مشروع المنتخب الفرنسي. لعب في مختلف الفئات السنية وكان ينظر إليه كأحد نجوم المستقبل لمنتخب الديوك. يعني ببساطة فرنسا لم تكن مستعدة لخسارته بسهولة، لكن هنا يأتي التحول الكبير. في السنوات الأخيرة تغيرت صورة المنتخب المغربي بشكل جذري بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022. عندما وصل إلى نصف النهائي أصبح المغرب ليس فقط منتخبا قويا بل مشروعا كرويا طموحا يجذب اللاعبين مزدوجي الجنسية من أعلى مستوى في أوروبا. ويبدو أن هذا المشروع هو ما أقنع بوعدي، لأن القرار هنا ليس عاطفيا فقط بل رياضي أيضا. اللاعب يرى فرصة حقيقية ليكون جزءا من جيل ذهبي، جيل قادر على المنافسة عالميا وليس فقط المشاركة. من الناحية الفنية بوعد يمثل إضافة ذهبية لخط الوسط. هو لاعب يجمع بين الذكاء التكتيكي، القوة البدنية، والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب. يستطيع افتكاك الكرة، بناء الهجمة، وربط الخطوط، وهو بالضبط النوع من اللاعبين الذي تحتاجه المنتخبات الكبيرة لتحقيق التوازن. تخيلوا معي خط وسط المنتخب المغربي في السنوات القادمة، مزيج بين لاعبين أصحاب خبرة مثل سفيان أمرابط ولاعبين مبدعين مثل عز الدين أوناحي، ومعهم موهبة صاعدة مثل أيوب بوعدي. هذا ليس مجرد خط وسط بل منظومة قادرة على السيطرة في أكبر المباريات. الأجمل في القصة هو الرسالة التي تحملها. المغرب لم يعد ينتظر المواهب بل أصبح يجذبها. اللاعبون اليوم يرون في المنتخب المغربي فرصة حقيقية للتألق العالمي وليس مجرد خيار ثانوي. وإذا تم الإعلان الرسمي كما هو متوقع، فإن انضمام بوعدي سيكون أكثر من مجرد إضافة فنية، سيكون تأكيدا جديدا على أن أسود الأطلس يسيرون في الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانتهم بين كبار العالم. وفي النهاية يبقى السؤال لكم: هل تعتقدون أن أيوب بوعدي سيكون قطعة أساسية في مستقبل المنتخب المغربي؟ وهل نحن أمام نجم عالمي جديد بقميص أسود الأطلس؟ شاركوا آراءكم، لأن القادم قد يكون أكبر مما نتوقع.